النهاردة ناوية أكلمكم عن ممثلة من ممثلات الزمن الجميل، ست محدش يتكلم عنها قبل كده إلا في حوارات بسيطة جدا، لكن بصراحة سابت بصمة جميلة في فن الكوميديا المصرية، واللي اتشهرت برغاية السينما المصرية وصاحبة أشهر زغروطة في السينما المصرية، جمالات زايد. تعالوا ما نشوف مين هي الست دي والعمارة اللي كانت ساكنة فيها. يا شطة. العمارة رقم 19 شارع 26 يوليو هي العمارة اللي كانت ساكنة فيها الممثلة جمالات زايد. العمارة دي مبنية على طراز معماري ممزوج بين الطراز الكلاسيكي والحديث، والعمارة دي اتبنت سنة 1920 وكانت مملوكة لعائلة مصرية ثرية، والعمارة دي اتبنت في خلال فترة الانتداب البريطاني على مصر، وزي ما أنا قلت هي كانت مملوكة لعائلة مصرية ثرية، ثم بعد كده اتأممت العمارة وهي حاليا تابعة لشركة مصر للأصول العقارية. والمبنى مكون من 5 طوابق، هي مصنفة كمبنى سكني. على فكرة العمارة معروفة بعمارة المكتبة، لأن بيوجد فيها مكتبة كبيرة متخصصة لبيع الكتب والمراجع العلمية. المكتبة اسمها فورتي، فهي عشان كده معروفة بمبنى مكتبة فورتي. تعالوا بقى أكلمكم عن جمالات زايد. قول يا جمالات قبل ما تمشي، باين من تخشيرتك سوقتك. ولدت في 16 فبراير سنة 1919، وبدأت مشوارها الفني في الإذاعة، واشتهرت بأدوار المرأة القوية، واشتهرت بدور أم بندق في سعى قلبك. يا واد يا احمد، انت يا واد يا احمد، يعني يا ماما فين يا بطل الفخر هنا؟ انت لعبته كله؟ انا يا ماما ابدا، امال يعني عملت بلعبه؟ وكمان اشتهرت بدور أم علي في المسلسل الإذاعي عيلة مرزوق. طبعا كلنا عارفين المسلسلات دي وسمعناها قبل كده. اتجوزت جمالات زايد من الممثل محمد دياب اللي اتعرفت عليه في بداية حياتها أثناء عملها في مسرح الريحاني، ثم عملت بعد ذلك مع نجم الكوميديا إسماعيل ياسين. وتميزت بأدوارها اللي كانت بتشبه الفنانة زينات صدقي في أدوارها شوية، فقامت بدور العانس والزوجة النكدية والخطبة وغيرها من الأدوار الكوميدية. أما بقى مشوارها السينمائي فبدأته سنة 1945 في فيلم كازينو اللطافة مع محمد عبد المطلب وسامية جمال، وكمان عملت فيلم فاطمة وماريكا وراشيل مع محمد فوزي ومديحة يسري. وفي سنة 1962 قدمت فيلم سر طاقية الإخفاء مع عبد المنعم إبراهيم وزهرة العلا، وده كان من أشهر أفلامها. واللي عايزة أقوله لكم كمان عنها إن هي أخت الفنانة أمال زايد اللي قامت بالدور المشهور اللي هي أمينة مرات السيد، وكمان خالة الفنانة معالي زايد وخالة الفنان هاني شاكر، ودي أول مرة معلومة أنا أعرفها شخصيا يعني. والفنانة جمالات زايد اعتزلت الفن لتتفرغ لرعاية جوزها الممثل محمد الديب في مرضه ورحلت حزنا عليه. اتوفت الفنانة جمالات زايد في 12 سبتمبر سنة 1980. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وأشوفكم إن شاء الله في فيديوهات وجولات جديدة. باي باي.